السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا كويسين إن شاء الله. النهاردة بإذن الله تاني سيشن في CSS، وهنتكلم عن 3 حاجات إن شاء الله النهاردة. أول حاجة هنتكلم عليها البوكس سايزنج، تاني حاجة البوزيشن، تالت حاجة الديسبلاي. طيب خلينا قبل ما نبدأ في البوكس سايزنج نروح نعمل مثال عندنا. هنعمل div ده div 1 مثلا، وده div 2. خلينا نفتح الصفحة ونشوف. ادي div 1 وادي div 2. طيب دلوقتي عايزين نبدأ ندي الdiv ده بوردر وبادنج width وأي حاجة ليها علاقة بالبعد بتاع ال CSS. نيجي هنا في CSS ونكود ال div 1، ندي width 300 بيكسل، ونفس الويدث ده بالظبط هديه لل div 2 نفس ال 300 بيكسل برضه، ولكن هنا هديله بادنج 30 بيكسل، ونديله بوردر أحمر عشان نميزه. ده نديله بوردر أسود، ندي راجل فوق كده، ونيجي نشوف الدف في الصفحة عندنا. جميل، نخليه أسود. طيب لو أنا فكرت أدي الباتنج الجيل ده باتنج برضو 30 بيكسل زي اللي فوق كده، الاتنين ديف واخدين عرض 300 بيكسل واخدين بادنج 30 بيكسل. طيب لو أنا عايز أعرف الديف ده دلوقتي كامل مساحته بتساوي كام، نيجي نحسبها. هنلاقي إن ده واخد 300 بيكسل عرض وفوقيها 30 بيكسل من اليمين و30 بيكسل من الشمال، يبقى توتال العرض اللي أخده الديف هو 300 زائد 30 زائد 30، يبقى 360 بيكسل. طيب لو أنا اديته البوردر بوكس أو البوكس سايزنج بوردر بوكس، وجينا هنا نشوف إيه اللي حصل. الديف ده 300 بيكسل والديف ده برضه 300 بيكسل، ولكن إيه الفرق؟ الفرق إن أنا في البوكس سايزنج بوردر بوكس توتال الحاجات اللي بتتحسب بتكون من ضمن العرض. يعني ايه؟ يعني انا اديته 300 بكسل، اديته بعدها بادنج، اديته بعدها بوردر، اديته بعدها اوتلاين، الحاجات دي كلها كتوتال هتتحسب من داخل ال 300 بكسل اللي انا عملتهم. يعني انا لو لغيت دي كده هو ما زال 300 بكسل، اديت له مثلا بوردر اكبر ما زال عرضه 300 بكسل، يبقى انا العرض بتاعي او العرض بتاع الاليمنت ما تاثرش، سواء اديته بادنج سواء اديته بوردر سواء اديته اي حاجه هتغير في عرضه، هيكون العرض التوتال كله هيكون 300 بكسل برضو. وده بنعمله ليه؟ بنعمله مثلا لو انا حددت العنصر معين مقاس معين في الصفحه عندي، انا مش عايزه يخرج عن المقاس اللي انا اديته له. اديت له عرض مثلا 500 بكسل، مش عايزه يزيد عنه، بس في نفس الوقت انا عايز اديله بادنج، عايز اديله بوردر، بس لما اديله الحاجات دي مش عايزه يطلع براها عشان ما يعملش لعبكه عندي في الصفحه وما يكونش فيه تناسق. فاحنا قد اي حاجه بنعملها في صفحه السي اس اس بنروح نحدد كل العناصر اللي عندنا في الصفحه بالسلكتور اللي هو الاستريك، ونديها بوكس سايزنج بوردر بوكس عشان كل العناصر اللي عندنا في الصفحة تكون واخدة نفس التنسيق ونفس العرض. يعني أنا اديت فين مثلا عرض 300، يبقى يكونوا هما الاتنين 300، سواء اديت ده بادنج ما اديتش ده بادنج، إن في الآخر هيكونوا هما الاتنين 300. تمام بالشكل ده.
دي كانت اول حاجه اتكلمنا عليها سريعا اللي هي البوكس سايزنج. معلش انا اسف يا باشمهندس، انا اسف جدا، ممكن تعيد البوكس سايزنج ده تاني بتاع البوردر بوكس اللي فوق؟ مفيش مشاكل، تمام. خلينا نيجي نلغيها خالص، نروح تاني للصفحه. طيب بص يا باشمهندس، لو انت خدت بالك انا الديف ده مديله عرض 300، والديف ده برضه مديله عرض 300، ولكن اللي ظاهر ايه؟ ان اللي فوق اكبر من اللي تحت. انا مش عايز ده، انا عايز لما اديهم هما الاثنين عرض 300 يكون توتال العرض برضه 300. يعني المفروض ان انا اديت ده 300 عرض وده 300 عرض، يبقى الاثنين يكونوا قد بعض، ولكن اللي حصل ان ده اكبر من ده. طب ايه السبب؟ السبب انه هنا ده اخد بادنج، البادنج اللي احنا اتكلمنا عليه في السيشن اللي فاتت، اللي هو المساحات الداخليه. المساحات الداخليه دي بتكون فوق وتحت ويمين وشمال 30 بكسل، انا اديتها له في الحاله دي 30 بكسل، يبقى هو الديف بتاعي زاد يمين 30 بكسل وزاد شمال 30 بكسل فوق ال 300 بتوع العرض اللي انا اديتهم له اصلا. فبقى توتال العرض اللي هو تسبب في ان الحته الزياده دي تكبر 360 بكسل اللي جم من البادنج الزياده. طب انا مش عايز ده يحصل، انا عايز لما اديله عرض 300 بكسل يفضل ملتزم بال 300 بكسل، ما يزيدش عنهم اطلاقا. سواء بقى اديته بادنج، اديته بوردر، اديته اي حاجه تزود المساحات الداخليه ما تاثرش على التوتال بتاع العرض اللي عندي. ساعتها انا باجي على الديف بتاعي بديله بوكس سايزنج بوردر بوكس. بوردر بوكس دي معناها ان انا لما اديك بادنج، لما اديك ويتس، لما اديك بوردر، خلي الحاجات دي كلها اجمعهم على بعض كده وحطهم جوه ال 300 دول، ما تخليهاش تزيد على 300 اطلاقا. وصلت يا باشمهندس؟ تمام تمام. ومعلش، طب هو ليه لما قبل ما نعمل البوردر بوكس فوق الابستراكت اللي هو كل حاجه المفروض، ليه تمام. هما الاثنين حجمهم مختلف في حين ان احنا الاثنين مدينهم 300 بكسل ويدز يعني؟ لا تمام، احنا لو شغلناها كده جينا على الصفحه. هيبقوا قد بعض. اه تمام، ده اللي حصل اهو. بالظبط. تمام. بالظبط. ليه بقى اصلا ده بيحصل؟ يعني ليه لما انا مدي الاثنين 300 بكسل ويدز، ليه من غير البوردر بوكس اتريبيوت؟ لو حضرتك فاهم انا بقول ايه، تمام. بقوا الاثنين مختلفين، بقى ده صغير وده كبير. طيب من غير البوردر بوكس، ما ده اللي بقول لحضرتك عليه، من غير البوردر بوكس هو بيحسب توتال، يعني بيحسب العرض زائد البادنج زائد البوردر. فاللي حصل قبل ما انا احط البوردر بوكس دي، يعني انا هنشيلها دلوقتي ونروح تاني. اللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل ان هو انا اديته ويدث 300 واديته بادنج 30، ولكن هو جمعهم على بعض بقى توتال 300 زائد 30 زائد 30 360، لان هو زود عليها البادنج، خلى البادنج يتاخد اضافي اكسترا تمام. عن وهل العرض وهل نفسه. وهل وهل, وهل ديف 2 احنا مدين له برضه البادنج ال 30 بكسل لا دوت؟ انا مش مديله بادنج 30 بكسل، ممكن ايوه اديله ماشي تمام بادنج 30 بكسل هيبقى قده بالظبط. ايوه يبقى قده بالظبط كده، بالظبط ده اللي بالظبط. ايوه بالظبط. سوري انا اسف، ده اللي كان مخليني مش واخد بالي. اوكي لا لا اوكي ولا يهمك، تمام. انا بس عشان ايه اوضح لك الفرق بينهم الاثنين. تمام اوكي. اتفضل. بس في حين ان انا لو عملنا البوردر بوكس للابستراكت اللي هو كل حاجه في البادي تاج زي ما بنقول، مم. هيبقى كلهم زي بعض. ايوه بالظبط دي. اه كده هيتحسب هيبقى كله، كله قد هيتحسب بعض. كله من ضمن ال 300، سواء اديت له بادنج اديت له بالظبط بوردر، كله بالظبط. هيتحسب من ضمن ال 300 اللي انت حددتها للديف بتاعك. شكرا لحضرتك جدا، شكرا العفو، لحضرتك. اتفضل. طيب دي كانت البوكس سايزنج، اتكلمنا عنها بسرعة وعرفنا ايه هي البوكس سايزنج بوردر بوكس. معلومة إضافية برضو، البوكس سايزنج الديفولت اللي هو أنا لو ما غيرتهوش بيكون أصلا من البراوزر، اللي هو اسمه بوكس سايزنج كونتنت بوكس. هنا بالشكل ده اللي هو الطبيعي، يعني الديفولت أنا سواء حطيته ما حطيتوش هو كده كده بيكون واخده ديفولت من البراوزر اللي عندنا، شلته ما شلتوش زي ما هي. تمام. نرجع ليه البوردر بوكس. طيب دي كانت أول جزئية عندنا البوكس سايزنج. نيجي لتاني حاجة نتكلم عنها النهاردة إن شاء الله، وهي البوزيشن. طيب البوزيشن إحنا عندنا أكتر من نوع بوزيشن، ولكن أكتر حاجة هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله هما الريلاتيف والأبسوليوت والفيكسد
وقبلهم ستاتيك اللي هو الديفولت اصلا. خلينا ناخد فكره ايه هو البوزيشن اصلا. لو جينا على الصفحه بتاعتنا عملنا كده بريك ولازم تروحوا عشان نفصل ونزلنا تحت، هعمل div كلاس بتاعه parent، وجوه البيرنت ده هعمل child div تاني بالشكل ده، واكتب جواه اي حاجه مثلا كلمه position. نيجي على الصفحه عشان نديها التنسيقات بتاعتنا. نمسك البيرنت الاول واستنى في الصفحه عن طريق المارجن اوتو، نديله عرض معين 400 بيكسل مثلا، باك جراوند كولر بأي لون، دي حاجة أفتح شوية تمام، وبادنج 10 بيكسل مثلا تمام. ناخد التنسيقات دي أحطها في صفحة CSS اللي عندنا. عند البيرنت نحط له التنسيقات بتاعتنا. بعد كده نمسك التشايلد اللي جوه، نبدأ برضه نديله تنسيقاته بحيث إن احنا نقدر نميزه شوية. ده التشايلد بتاعنا اهو، نديله عرض معين 50 بكسل 70 بكسل، لون أبيض، باندنج 10 بكسل بالشكل ده. طيب كده أنا بقى عندي عنصر كبير اللي هو البيرنت بتاعنا، جواه عنصر صغير اسمه position، واخد لون اللي هو الخلفية السوداء بتاعته مكتوب فيها كلمة position. أنا عايز أتحكم في المكان بتاع التشايلد اللي جوه. خلينا ناخد التنسيقات دي عشان ما تروحش، نحطها هنا في CSS. نيجي للصفحة بتاعتنا، أنا عايز أتحكم في البوزيشن بتاع التشايلد اللي جوه البيرنت الكبير. أول حاجة عندنا في البوزيشن هو الديفولت خالص، بيكون برضه واخده من البراوزر باي ديفولت، اللي هو البوزيشن ستاتيك. حطيته أو محطيتهوش ما بيكونش فيه اختلاف. طيب أنا عايز البوزيشن ده الديف دي أحركها داخل الأب بتاعها بمزاجي، أوديها من الشمال من اليمين من فوق من تحت. أول حاجة بروح أقف على البيرنت بتاعها نفسه، بديله البوزيشن اسمه بوزيشن ريلاتيف. ريلاتيف دي معناها إيه؟ معناها إن أنا خليت البيرنت ده هعمل بينه وبين التشايلدز اللي جواه ريليشن، بحيث ان انا لما امشي الديف الصغير اللي هو التشايلد يكون عارف هو هيمشي فين في نطاق الوارد بتاعه اللي هو البيرنت. فانا كده عرفته انت يا تشايلد يا صغير هتعرف انك هتمشي في انهي نطاق، في نطاق البيرنت بتاعك اللي انا اديته بوزيشن ريلاتيف. يبقى انا اول حاجه بعملها بروح عند البيرنت اللي انا عايز احرك فيه التشايلد واديله بوزيشن ريلاتيف. يجي هنا عند البيرنت ونقول له بوزيشن ريلاتيف. جميل. بعد كده ممكن نكبر البيرنت شوية عشان نعرف نتحكم فيه 2%. يجي بقى لتاني حتة بتاعة التشايلد نفسه. التشايلد نفسه ممكن اديله أكتر من بوزيشن. أول بوزيشن ممكن اديله هو البوزيشن أبسوليوت. يعني إيه بوزيشن أبسوليوت؟ أنا هحدد له بوزيشن معين يتحرك فيه جوه البيرنت بتاعه. ناخد عندنا 4 اتريبيوتس. الأول أو 4 بروبرتيز، توب وليفت وبوتوم ورايت. لو استخدمنا التوب قلت له توب 50 بكسل، دي معناها ايه؟ اتحرك يا تشايلد جوه البيرنت بتاعك 50 بكسل من فوق. لو لغيتها ادي التشايلد اتحرك من فوق 50 بكسل، لو زودت القيمه هيبدا ينزل تحت اكتر ينزل تحت اكتر لان انا بزقه من فوق. دي اول بروبرتي. تاني بروبرتي ممكن اديله ليفت، نفس الكلام هزقه من على الشمال بمقدار مقاس معين 50 بكسل مثلا، وابدا ازود فيها هلاقي انه بيتحرك بيبعد عن الشمال اكتر. نفس الكلام ممكن اعمله من البوتوم
وبين الرايت بنفس الطريقة. يعني مثلا لو عملنا كده وقلت له روح من تحت على اليمين 10 بكسل، ومن تحت اللي هي البوتوم 10 بكسل، كده بقى ايه اللي حصل له؟ بقى بعده داخل البيرنت بتاعه من اليمين 10 بكسل ومن تحت 10 بكسل. لو عايز زقه فوق شوية ازود البوتوم، لو عايز زقه شمال شوية ازود الرايت. حلو كده. يبقى هي دي فكرة البوزيشن ابسوليوت. طب ايه اللي هيحصل لو انا ما اديتش البيرنت بتاعه بوزيشن ريلاتيف اصلا؟ ساعتها البوزيشن ده اللي هو الديف الصغير هيتحرك داخل نطاق الصفحة الكبيرة، هيكون البيرنت بتاعه هو صفحة ال HTML بتاعتي كلها. فعشان كده احنا بنحدد للبيرنت بتاعه البوزيشن ريلاتيف عشان اعمل ريليشن بين البيرنت وبين التشايلد، ويعرف التشايلد هيتحرك داخل انهي نطاق. كده احنا عرفنا البوزيشن ابسوليوت. الابسوليوت بيحطه عند التشايلد، وبنبدأ نتحكم فيه عن طريق البروبرتيز اللي هي التوب والبوتوم والليفت والرايت. جميل. طب ما انا ممكن بدل التوب والبوتوم وكده ممكن استخدم مثلا مارجن توب، يعني يبقى يفرق عن توب بس. جميل. المارجن انا بدي مساحة. يعني المارجن لو انا جيت هنا اديت له مارجن ليفت مثلا 50 بكسل، هو كده اخد مساحة من على شماله. شايف المساحة الصفرة دي؟ كده اخد مساحة من على شماله 50 بكسل. انا زقيت العنصر 50 بكسل وبقى فيه مساحة هامش شفاف. لكن انا في التوب والليفت والرايت والبوزيشن انا مش واخد مساحة. يعني انا لو جيت مثلا من عند البوتوم 10 بكسل وجيت وقفت على العنصر بتاعي مش واخد مساحات خارجية، مفيش حاجة، مفيش مساحة هو شغلها. انا ممكن احطه واحط جنبه او فوق عنصر، تحت عنصر، يمين عنصر، كل ده بالبوزيشن. ادي كل تشايلد جوه بوزيشن ابسوليوت واحركهم بمزاجي بقى، اقول ده يمين ده شمال ده فوق ده تحت من غير ما اخلق مساحات خارجيه. ليه؟ لان المساحات الخارجيه دي هتعمل لنا مشاكل، هتزق العناصر عن بعضها، هتبعد العناصر عن بعضها، مش هيكون في تحكم اصلا جوه. وصلت؟ تمام، شكرا. عفوا. نزود بس المساحه التانية تنجز. طيب اخر بوزيشن هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله هو البوزيشن فيكسد. هاجي اعمل هنا ديف وهحط مثلا فيه علامة السهم فوق، واجي نستقل في الصفحة بتاعتي. نديله باك جراوند كولر وكولر وايت، نديله عرض معين 40 بكسل، وزيهم طول 40 بكسل بحيث ان هو يكون مربع شوية. نديله تكست الاين سنتر بحيث ان هو يكون اصلا جوه شوية. جميل. ادينج سايز هو 10 بكسل. حلو. جميل. لو جربنا نديله بوردر ريديوس بالشكل ده 50%، هتبقى الزوايا بتاعته مدورة وهي للدايرة. ليه؟ لأن هو أصلا في الأصل مربع، لما أخليه يلف بنسبة 50% هو بالطريقة دي بقى دايرة. طيب أنا دلوقتي الزرار ده بنشوف مواقع كتير بيكون ثابت كده مكانه تحت على اليمين، بحيث إن أنا لما كليك عليه يطلعني في الصفحة من فوق خالص، يعمل سكرول من فوق خالص. طيب أنا إزاي أخلي عنصر معين في الصفحة مكانه ثابت ما بيتحركش مهما أنا نزلت طلعت عملت سكرول ما عملتش سكرول، هو مكانه ثابت ما يتوصلش بأي حاجة؟ هنا بيجي دور البوزيشن فيكسد. بنيجي هنا نديله البوزيشن فيكسد وبنتعامل معاه بنفس الاتريبيوتس اللي اتعاملنا بيها من شويه، اللي هما التوب والليفت والبوتوم والرايت. لو قلت له مثلا هنا على بوتوم 20 بكسل، كده هو بقى ارتفاعه من تحت 20 بكسل، واقول له رايت 20 بكسل، كده هو بقى مكانه من تحت 20 بكسل. انا كده مهما عملت سكرول في الصفحه، ممكن نزود دي شويه عشان نجرب نعمل سكرول. حلو. مع عملت سكرول في الصفحه المكان ده ثابت، بنزل طالع كده البوتون ده مكانه ثابت على اليمين على طول. ودي فكرة البوتونز
اللي بتكون في معظم صفحات الويب لما بندوس عليها بيطلع وينزل. جميل، ناخد التنسيقات دي. انا اسف، ممكن سؤال. اتفضل. الزرار اللي هو واخد بوزيشن فيكسد، ايوه ده هو ملوش بيرنت ديف صح كده؟ لا مش هو شرط، ديف هو في لوحده. الحالة دي البيرنت بتاعه هو الصفحة كلها. ممكن على فكرة بنفس اوكي الطريقة، ممكن بنفس الطريقة تحطه جوه بيرنت كتير، بس هيكون جواه، يعني هيكون برضه متأيد بالبيرنت بتاعه. اوكي ايوه بالظبط، فهديله برضو ريلاتيف وفيكسد، يعني هدي البيرنت ريلاتيف بالظبط، والتشايلد بتاعه هيبقى فيكسد، فيكسد صح كده؟ بالظبط صح كده؟ لكن انا تمام. خليته على الصفحة كلها عشان ما يتأثرش بأي سكرول يعني. تمام اوكي حلو أوي. تمام. شكرا. نعرف، اتفضل. طيب دي كانت اهم البوزيشنز اللي عندنا في السي اس اس. طبعا في بوزيشنز تانية ممكن تسيرشوا عليها، هحط لكم اللينك بتاعها ان شاء الله. static relative absolute والفيكسد. بعد كده هنخش على الديسبلاي. في الديسبلاي عندنا هنجرب ان احنا نعمل في الاول div لو هندي الديف بتاعنا ده كلاس كونتينر. جوه الكونتينر ده هنعمل 2 باراجراف، تيجي باراجراف element 1 و element 2. جميل، ونيجي ننسقهم في الصفحة بتاعتنا. ادي element 1 وادي element 2. نيجي الاول على الكونتينر، نديها باك جراوند كولر، نديها بادنج، هنحدد لها عرض معين ونوصلها في الصفحة عن طريق المارجن انفو. نديها مارجن توب برضه بحيث ان تنزل تحت شوية. تمام، ناخد التنسيقات دي نحطها عند البيرنت. تمام. بعد كده محتاجين نمسك كل element في الاليمنتس الباراجرافز اللي جوه دول ونديهم تنسيقاتهم برضه. البيرنت بي يعني كده مسكت كل باراجراف من الباراجرافين دول. هو واخد كونتينر مش بيرنت تمام صح كده؟ تمام. اوكي، نيجي على الاليمنتس اللي جوه دي نديها باك جراوند كولر. نحدد لها عرض معين. فيديو عادي 10 بكسل مثلا. تمام، ناخد التنسيقات دي نحطها عند التشايلد بتاعنا. كونتينر. حلو، احنا كده عندنا 2 elements جوه parent بتاعهم 2 childs يعني. طيب دلوقتي انا عايز اتحكم في الاليمنتس دي، مش عايزهم يكونوا فوق بعض. هو اجبرني ان هو لما عملت الاليمنت الاولاني جيت اعمل اليمنت تاني راح منزله تحت. طب يبقى انا عايز اتحكم هما جنب بعض فوق بعض تحت بعض، الكلام ده كله بنستعمله عن طريق الديسبلاي. اول ديسبلاي عندنا بنستخدمه هو الديسبلاي inline. لو جربنا نيجي هنا ونقول ديسبلاي inline، الديسبلاي inline بيعمل لنا ايه؟ بيخليك كل مرة لما تيجي تقدر تستخدم اي داتا عندك، لو حاولت انك تديله ويدث، لو حد اخد باله هنا الويدث مظلل، مش هتعرف انك تديله ويدث اصلا. ليه؟ لان هو الانلاين بيجبرك انك كل حاجة عندك بيكون متحدد المقاس بتاعها عن طريق الكونتنت بتاعها بس، مش هتقدر تزود عليها ولا تقلل. لو جينا ادينا كل واحد فيهم ديسبلاي انلاين هنلاقيهم طلعوا جنب بعض
بالشكل ده، والويدث بتاعهم ما اقدرش ازوده. لو جربت اجيب لهم بس 150 بكسل مش هتشتغل. يبقى الديسبلاي انلاين يخلي العناصر مع بعضها على نفس السطر، وكمان ما تقدرش تستخدم الويدث ولا الهايت عليهم. الويدث والهايت بيتحددوا اوتوماتيك عن طريق الكونتنت اللي جواهم هما الاثنين. طيب لو انا جيت زودت الكونتنت بتاعهم مثلا في ال HTML هنا، وزودت هنا شوية كلام كده، ونروح نشوف بعد ما خلينا الديسبلاي انلاين، هنلاقي ان هو بس تمام زاد على قد الكونتنت، زاد بيزيد معاه، قل بيقل معاه. لكن لو انا جيت اديت له بس مش هيشتغل، وهو ده الديسبلاي انلاين. تاني حاجة عندنا اللي هي ديسبلاي بلوك. الديسبلاي بلوك اللي هي كانت اصلا شغالة من شوية اوتوماتيك لوحدها على الباراجراف، ممكن برضه نشوفها من هنا. لو لغينا الديسبلاي انلاين خليناها ديسبلاي بلوك. الديسبلاي بلوك يخلي كل عنصر في لاين لوحده، وتقدر تتحكم في مقاسه، سواء عرض سواء طول، او سواء انك حتى تديله بانينج او اي حاجه ثانيه. يعني ممكن تقول له هايت 150 بكسل، هيكبر ما عندوش اي مشاكل ولا اي حاجه، ولكن فكرته ان هو يخلي كل عنصر في لاين لوحده. طيب لو انا عايز اخلي العناصر جنب بعضها في الصف، وفي نفس الوقت كمان اقدر ان انا اتحكم في العرض والطول بتاعها، في الحاله دي هم عملوا لنا حاجه اسمها ديسبلاي انلاين بلوك. يبقى تالت ديسبلاي معانا النهارده هو الديسبلاي انلاين بلوك. لو جينا على الصفحه بصينا على ديسبلاي انلاين بلوك، هنلاقي ان هو بيحطهم مع بعض في نفس السطر، وكمان اقدر استخدم الويدث من غير اي مشاكل. اقدر اكبر في العرض، اقدر اكبر في الطول بالشكل ده، مفيش مشاكل. جميل. يبقى الديسبلاي انلاين بلوك هو ميكس بين الديسبلاي انلاين والديسبلاي بلوك، بنحط العناصر مع بعض في صف واحد، وكمان نقدر نتحكم في العرض والطول بتاعهم هما الاثنين. طيب في ديسبلاي نون. ديسبلاي نون بيعمل ايه؟ بيشيل العنصر بتاع الصفحه خالص. لو قلت ديسبلاي نون كده العنصر راح، اتشال تماما. طب دي ممكن استخدمها في ايه؟ لو مثلا في مواقع اللي بنخشها بنلاقي في ادز، اعلانات على اليمين كده او على الشمال او اي حته في الصفحه، بيكون في بوتون فوق على اليمين بلون احمر وحاجه، بتكليك عليه بيشيل لك الاعلان. في الحاله دي هو انت بتنفذ سكريبت، لما تدوس على البوتون الاعلان يتعمل له ديسبلاي نون، ياخد ستايل على طول ديسبلاي نون، بحيث ان هو يتشال من الصفحه او اليوزر ما يكونش شايفه، لكن هو في الحقيقه هو موجود في الخلفيه. يعني ادي العنصر بتاعه فعلا موجود في ال HTML، لكن انا مش شايفه ان هو معمول له ديسبلاي نون. فالديسبلاي نون بتشيل العنصر من الصفحه، ما بتحجزلوش مكان، وكمان مش بيتعمل له ريندر اصلا لما الصفحه بتيجي تعمل لها ريلود. طب في حاجه تانية، في مثلا حاجه اسمها اوباسيتي. الاوباسيتي هي مدى شفافيه العنصر، ممكن اخليها صفر. طب ايه الفرق بينها وبين الديسبلاي نون؟ الاوباسيتي بتخلي العنصر شفاف، ممكن تتحكم في درجه الشفافيه على فكره، ممكن تخليها نص، كده العنصر بقى 50% شفاف، ممكن تخليها زيرو، كده العنصر ما بقاش شفاف. ولكن ايه الفرق؟ ان العنصر موجود في الصفحه، محجوز له مكان، وكمان بيتعمل له ريندر مع كل ريلود للبيج بتاعتك. طبعا انت تستخدمها حسب احتياجك انت وحسب الفكره بتاعت الموقع بتاعك. ممكن تستخدم ديسبلاي نون، ممكن تستخدم اوباسيتي يعني. كده هنتكلمنا عن الديسبلاي انلاين، ديسبلاي بلوك، والديسبلاي انلاين بلوك. تالت حاجة هنتكلم عنها إن شاء الله، أو رابع حاجة في الديسبلاي، هي الديسبلاي فليكس. طيب الديسبلاي فليكس ممكن نعمل دوت فليكس كونتينر، ده هيكون البيرنت بتاعنا، وجواه هنعمل elements عادية 1 2 3 مثلا. تمام. نمسك أول حاجة الفليكس كونتينر بتاعتنا،
نبدأ نديها تنسيقاتها في الصفحة عندنا. نديها background color، نديها عرض معين أو خليها عرض كامل، نديها padding 2 بكسل كويس كده. ناخد التنسيقات دي نحطها عندنا في CSS. تمام. بعد كده نبدأ إن إحنا ننسق كل div داخلي عندنا في الصفحة، نقول له flex container div عشان نقدر نتارجت العناصر اللي جوه الصفحة بتاعتنا. ونيجي نديها تنسيقاتها، نديها background color، نديها color white مثلا، نحدد المقاس العرض بتاعها خليه 2 بكسل، نديها padding 10 بكسل، نديها margin عشان نفصل كل عنصر عن التاني شوية 10 بكسل. تمام كده أنا بقى عندي كونتينر كبيرة parent جواها childs دي ممكن تزيد، وهنجرب إن احنا نزودها كمان شوية. ناخد التنسيقات دي نحطها في CSS قبل ما نبدأ نخش في الديسبلاي فليكس بتاعنا. طيب الديسبلاي فليكس احنا هنديه للبيرنت الكبير بتاعنا الفلوبس، ونبدأ نشوف ايه فايدة الديسبلاي فليكس. الديسبلاي فليكس بيخليك انك تتحكم لو انت عندك بيرنت جواه تشايلدز كتيرة، تتحكم في تنسيق التشايلدز دي هيكون ماشي بتاع عندك ازاي. مثلا انا في البداية اول element عندنا او اول property عندنا في الفليكس ممكن نستخدمها هي الفليكس دايركشن. فليكس دايركشن بتتحكم في اتجاه العناصر عندك ماشية ازاي، ماشية بالعرض ولا ماشية بالطول. ممكن نيجي هنا في اكستنشن حلو برضو في البراوزرز انك تتحكم في فليكس فيها. اول حاجة عندنا فليكس دايركشن رو، او انك تخليها كولوم او تخليها رو ريفرس او تخليها كولوم ريفرس. اول حاجة عندنا نجرب على الرو، ودي الديفولت يعني لو شلت هي شغالة كده تمام. خلي الرو، بص كده العناصر بقت ماشية عندي في الصفحة بترتيب عرضي. لو جيت عندي في صفحة ال HTML وزودت عناصر، خلي دي display flex، ونيجي نبص في الصفحة هنلاقي إن العناصر مكملة بنفس الطريقة، كلهم ماشيين بالعرض. ممكن أخليهم بالطول، ممكن أخليها مثلا flex direction بدل ما هو رو أخليها طول. كده العناصر بقت ماشية عندي بطول الصفحة. تمام. تاني بروبرتي عندنا في الديسبلاي فليكس ممكن نستخدمها هي الفليكس راب. الفليكس راب بتتحكم لو العناصر اللي عندنا زادت عن حجم الكونتينر البيرنت الكبير. ويجي هنا نجرب ان احنا نزود عناصر كتيرة ونشوف ايه اللي هيحصل في الصفحة عندنا. هنلاقي العناصر طلعت بره البيرنت اصلا. طبعا ده مش صح، انا مش عايز يحصل حاجة زي كده في الصفحة. في الحالة دي بنعمل ايه؟ بنخش في تاني بروبرتي اللي هي الفليكس راب. هي الديفولت بتاعها نو راب لو واخدين بالكم. انا بخليها فليكس راب. دي معناها لو العناصر انت لقيتها يا براوزر زادت عن عرض البيرنت، ابدا نزلهم اعمل بيهم صف تاني. طب الصف التاني خلص، ابدا اعمل صف تالت. طب الصف التالت خلص، وهكذا. طول ما انت العناصر بتزيد بيبدا يعمل راب ليهم، بينزلهم في صف جديد. يبقى احنا تالت بروبرتي هنستخدمها اللي هي فليكس راب، وبتاخد مننا يا اما راب يا اما نو راب بالشكل ده، وده الديفولت بتاعها نو راب بالشكل ده. جميل. احنا نخليها راب عشان فليكس دايركشن. اول حاجه قلنا نخليها رو، بعد كده الفليكس راب نخليها راب. جميل. طيب لو انا مثلا العناصر دي حبيت ازود عرضها في يوم، ايه اللي يحصل؟ عادي، العرض هيزيد والعناصر هتتغير اوتوماتيك.
وده ميزة الفليكس، إن هو بيخلي كل حاجة في الصفحة عندك responsive. يعني بص، أنا لو صغرت العرض بتاع الشاشة، هي العناصر مع نفسها أوتوماتيك كده بتبدأ إن هي تنزل في صفوف جديدة على حسب عرض الشاشة، مش مستنية مني إن أنا أقول لها لو العرض يساوي كذا اعمل كذا، لو العرض يساوي كذا اعمل كذا. لا، هي أوتوماتيك ماشية مع نفسها، إن هي طول ما العرض بيكبر أنا خلاص عندي مساحة بتزيد، العرض قل خلاص عندي العرض بيقل، انزل صفحة زيادة، انزل صفحة زيادة، انزل صفحة زيادة، وهكذا. ونفس الكلام مع الطول بتاع هايت 150 بكسل كده العرض نزل. لو ركزنا في المنظر ده، المنظر ده بنشوف في مواقع كتير، موقع شوبينج، امازون، اي بي، اي موقع بيكون فيه الكاردز بتاعت الشوبينج. لو انت بتشتري منتج معين هتلاقي المنتجات مصفوفة جنب بعض بالشكل ده. ممكن تكون مثلا واحدة وش أكبر، وبيكون محطوط بقى جواها التنسيقات، صورة فوق، كلام تحت، اسم العنصر، سعره، والحاجات دي كلها. وده فعلا بنستخدم فيه فليكس، بنستخدم فيه حاجة تانية برضه اسمها جريد. لو أمكن إن شاء الله ناخدها النهاردة، ما أمكنش تبقى سيشن جاية بإذن الله. طيب، تالت بروبرتي معانا خلينا نرفرش، وهي ال justify content. يجي أقول له justify content ونشوف هي بتاخد من إيه. أول حاجة ممكن نديها لها هي justify content center، ولكن هو الديسبلاي أصلا هنا مش متظبط. display text أقول له justify content center، ونيجي على الصفحة نشوف إيه اللي حصل. بدل ما العناصر كانت بتترتب بدايتها من الشمال، لا هي بتترتب بالترتيب في النص. يعني أنا لو العناصر كده زادت بتزيد في النص، قلت بتقل في النص، وهكذا. أول عنصر بيبدأ عندي في النص، بدل ما هو قبلها كان بيبدأ منين؟ كان بيبدأ من على الشمال. يعني لو شلت justify content center، أول عنصر في كل رو هيبدأ من على الشمال. طب لو أنا خليتها justify content center، أول عنصر يبدأ في النص، وهكذا يبدأ يسيب يمين وشمال بالشكل ده. تمام. ده justify content خليني أرتب الكونتنت بتاعي طوليا في البيرنت بتاعه، طوليا مش عرضيا، باخد حاجة تانية دلوقتي عرضيا. طيب، بعد ال justify content عندنا ال align items. نيجي نجرب ال align items، هنلاقي إن إحنا عندنا فيها برضو center، ممكن نجربها من هنا برضو هنلاقيها موجودة. طيب، إمتى هنحس ال align items؟ لو العرض بتاع البيرنت أكبر من عدد ال elements أصلا. يعني لو جينا هنا عند البيرنت بتاعنا زودنا الهايت بتاعه خليناه 600 بكسل مثلا، ولغينا ال align item center. الديفولت بتاع ال align item center هو الستريتش. align items حاجة اسمها stretch، مش start، لا stretch. جميل. اللي هو بيعمل ايه؟ بيخلي العناصر طول ما انت بتزود الطول بتاعك تعملها stretch، تتمط كده بالطول لحد ما تكفر المساحة بتاعتك كلها. طب انا مش عايز كده، انا مش عايز العنصر بتاعي تعمله stretch، انا عايزه بالعرض بتاعه الطبيعي وبالطول بتاعه الطبيعي. ببدأ ان انا ابص على ال align items. اول حاجة عندنا فيها السنتر، ان هي بتبدأ تتحط على خطوط. شايفين الخطوط كده؟ بيقسم البيرنت بتاعنا لخطوط، بيوسطنها في كل خط، بيوسطن كل صفحة عندي على الخط بتاعهم. ممكن أخليها فليكس ستارت كده، هي الخطوط هتكون مترتبة لفوق مش في النص، لا الخط هيكون فوقي فوق كل إيليمنت عندي، ده الفليكس ستارت. عكسه الفليكس اند، كده كل إيليمنت هيكون الخط النهاية تحته. وآخر حاجة الستريتش، اللي هي احنا قلنا ان هي اصلا الديفولت بتاعها، يعني انا لو لغيت دي كده هتفضل ستريتش زي ما هي، مفيش اي فرق. دي كانت الالاين ايتمز. الجاستيفاي كونتنت اللي قلنا عليها من شويه بتاخد نفس الحاجات دي. يعني لو جينا هنا من جاستيفاي كونتنت، ممكن ان احنا نبدا نخليها سنتر، ممكن نخليها فليكس ستارت وده الديفولت بتاعها، ممكن نخليها فليكس اند، ممكن نخليها سبيس بتوين. نوسع شويه عشان نحس بالفرق بالشكل ده. ده السبيس بتوين، ده سبيس اراوند، بيعمل سبيس اراوند كل element حواليه. والسبيس ايفنلي هي ميكس بين سبيس اراوند والسبيس بتوين.
السبيس بتوين بيرمي العناصر على الطرف خالص ويبدأ يظبط اللي في النص. سبيس بتوين، بعد كده السبيس اراوند، بعد كده السبيس اي اللي هي ميكس بينهم هما الاثنين. تمام، ناخد التنسيقات دي ونحطها في فايل CSS اللي عندنا عند الكونتينر. خلي سبيس بتوين، خلي سنتر. تمام، كده العناصر بقت متوسطنة. كان برضه بخلي سنتر بحيث إنه بقت في النص. كده العناصر بقت متوسطنة بالطول وبالعرض. طيب، الجاستيفاي كونتنت والالاين ايتمز بنستخدمهم في حاجة اسمها البيرفكت بوزيشن. لو أنا عايز أعمل العنصر بتاعي أوصله بالظبط في البيرنت بتاعه، باجي عند البيرنت بتاعه ده الإليمنت بتاعي مثلا، أنا عايز أخليه متوصل بالظبط البيرنت بتاعه اللي هو ده كله. بروح عند البيرنت بتاعه في display flex وابدا ان انا اديله justify content center وكمان align items center. كده العنصر بقى متوسطن في الديف بتاعه بالظبط بالملي، من فوق من تحت من اليمين والشمال، مهما زاد العرض بتاعه مهما زاد الطول بتاعه كمان. يعني لو جيت هنا اديت الهايت ده قللته شويه هيفضل متوسطن في النص برضه. انتوا واخدين بالكم هو لسه متوسطن في النص. لو قللت العرض بتاعه برضه لسه متوسطن في النص. فهو ده البيرفكت سنتر بتاعنا. مارجن فوتو، كده العنصر متوسطن في البيرنت بتاعه. جميل. فريش ونرجع كل حاجة زي ما كانت ونرجع العناصر بتاعتنا. بس برجع كده. ماشي. طيب، بعد كده ممكن نستخدم ايه؟ الالاين كونتنت. الالاين كونتنت هي شبه الالاين ايتمز، ولكن الفرق بينهم، يعني خلينا نلغي الالاين كونتنت ايتمز الاول ونبص على الالاين كونتنت. الفرق بينهم ان احنا في الالاين كونتنت في الالاين ايتمز كنا شغالين على خط. يعني انا لو شغلت دي بنعمل خط، او البراوزر بيعمل خط يوسطن عليه العنصر او يخليه فوق العنصر او يخليه تحت العنصر. طبعا الخط ده فيرشوال مش موجود قدامنا، بس هو البراوزر بنشوف بيعملها ازاي يعني. لكن الالاين ايتمز، الالاين كونتنت عفوا، بتعمل ايه؟ بتعامل الكونتنت كله على بعضه كانه بلوكايه مستطيله كده، وتشوف انت عايز منها ايه. لو انت قلت له سنتر خلاص هياخد البلوكايه دي على بعضها يرميها لك في النص في البيرنت بتاعه. لو انت قلت له خلينا نجرب بقيه البروبرتيز اللي عنده في الالاين كونتنت، فليكس ستارت هياخد البلوكايه على بعضها المستطيل ده يخليه في بدايه البيرنت بتاعه. لو قلنا له فليكس اند هياخد المستطيل على بعضه يخليه في نهايه البيرنت بتاعه. لو جينا هنا سبيس اراوند هيقسمهم بلوكين، البلوك من فوق ومن تحت وبينهم في مسافة. ده السبيس بتوين. السبيس اراوند بيخلي مساحات طولية بينهم، بس طبعا في حالة ان انا عندي زيادة. لو عندي زيادة خلاص كانوا مظبوطين بالشكل ده. واخر حاجة السبيس ايفنلي، برضو زي justify content عندنا هنا في الالاين كونتنت، سبيس بتوين وسبيس اراوند، واخر حاجه الستريتش. الستريتش ده زي الالاين ايتمز بيعمل لهم ستريتش برضه بطول الديف بتاعك عشان يملاها كلها من الاول للاخر. طيب، كده احنا خلصنا البوزيشن، خلصنا الديسبلاي، اتكلمنا عن اهم الحاجات فيهم. طبعا بقينا الديسبلاي جريد، ولكن الديسبلاي جريد تقيل شويه ان انا لو شرحته النهارده مع الديسبلاي فليكس هيعمل لخبطه شديده ومش هنقدر ان احنا نستوعب ونطبق على ده لوحده. فاحنا ان شاء الله هنطبق على الديسبلاي فليكس وبقيه الحاجات اللي احنا خدناها، والمره الجايه باذن الله هنبدا ان احنا نطبق على الديسبلاي جريد. نفهمه الاول بعد ما احنا نكون اتقنا كويس الديسبلاي فليكس، ناخد الديسبلاي جريد ونعرف ايه الفروقات بينهم وامتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده.
بس ان شاء الله احنا لحد كده هنوقف لحد النقطة دي على الديسبلاي فيكس، والمرة الجاية ان شاء الله هنكمل. حد عنده اي سؤال في اي حاجة ولا النهارده؟ معلش انا عندي سؤال. اول حاجه السيشن متسجله؟ تمام كده. تمام ماشي خلاص. لا تمام، انا ما عنديش اسئله، انا بس كنت عاوز اعرف كده. تمام ماشي، اتفضل. حد عنده اي سؤال تاني قبل ما السيشن تقفل عشان دخل على ساعة؟ تمام يا شباب، اتفضلوا.